وأمارة يعني مين النهارده داعيين عمرو موسى على الحوار ده اللي هو بيمثل مين؟ كل اللي اسمه اتقال مرشح رئاسة دعوه ما عدا البرادة ده دعوه بيقول ما راحش. ولا مؤاخذة صباحوا البرادة أيمن نور غابوا، يعني واضح ان دعوا لما يقولوا غابوا يبقى دعوا. طيب ونهى الزيني بتمثل مين نهى الزيني؟ واحدة زي ما بقول بالكتير قاضية قطع التسجيل وكتر خيرها، ما تفهمش اي حاجة في حاجة بره الموضوع ده. ما بقولك يعني دول بيمثلوا، يعني انا عايز اعرف دول بيمثلوا مين يعني. ظواهر صوتية فقاقيع على وجه المجتمع. وسكينة فؤاد تدعى للحوار الوطني، يا نهار اسود. والله دي صديقة ليحيى الجمل، يبقى خد بالك برضه في الاجندات الخاصة ما تخش الموضوع. انا اقصد صديقة بمعنى يعني علاقتها بيك كويسة، يعني ست شريفة. ايوه طبعا ما انا فاهم. يعني زي اللي واخد عليها زي حسن نفعه، زي انا اقصد في صداقات من النوع ده يعني اللي هو وجايب حسن نفعه بيمثل مين؟ حسن نفعه انا عايزه اعرف. يعني انت لما تعمل حوار وطني لازم تجيب ناس ممثله لحاجه. ممثل لمين هو حسن نفعه؟ يعني فكره خلط القوى. متصوره ان في عقل عميق قاعد ورا الحوار ده؟ لا انا رايي انها لا انا ورا الدوره اللي ورا الدوره دول هم اللي بيشتغلوا. انا رايي ان مش هقعد معاهم 5 دقايق يقولوا رتبوا وبلغوني بس وانا احضر رأس الجلسه اقول كلمتين بالافتتاح واجيب الحوار. لا انا رايي ان دوره اوسع من كده يا ابو العلا. لا هو الدور تجيب ناس يعملوا الدور ده، هو ما يقدرش، ما عندوش قدره على التركيز، ما عندوش طاقه نفسيه وعقليه يعمل الجهد ده. واحنا لما كنا بنمشي مبارك التمانيني عشان يجي لنا واحد التمانيني يدير الحوار الوطني. في ايه يا جماعه؟ يعني لا حاجه مزعجه قوي. يعني انا مستفزه جدا من اللي بيحصل ده، لانه مش منطقي ومش قايم. يعني عارف ما فيش معايير واضحه. لا تقول لي قوه سياسيه اقول لك ماشي، تقول لي مثقفين اقول لك ماشي، لكن سمك لبن طبر هندي مش فاهمه. يعني اي حد لمع اسمه مثلا ولا ايه؟ مش فاهمه. مش هقول لك، ما هو ده جزء من عيوب هذا النوع من الحوارات، ما عندوش معيار موضوعي. وبعدين لو هتعزم حد من الوسط زي ما في المحكمة العسكرية لما خدت براءة قلت ورغم ان انا واخد براءة لكن انا معترض على فكرة المحكمة العسكرية، مش من حقه حاكمني وانا راجل مدني الحاكم قدام القبض الطبيعي. يعني ما كانش مبرر اطلع اقول ان بما ان انا خدت براءة شكرا ما عنديش اعتراض. قلت لا انا معترض على المبدأ حاكم مدني وحاكم عسكري رغم ان انا خدت براءة، ما ادهاش مشروعية ان اتحكم مدنيين. يعني عايز اقول ان رغم ان مثلوا حد مننا او كانوا حتى دعوني انا كنت اطلع اقول نفس الحكايه ايه المعايير اختص بقى الناس. صح. يعني عارف حاجات عجيبه جدا الحقيقه. الاسامي بصراحه تضحك، والاسامي بتاعت محمود ممدوح حمزه تضحك اكتر. ده مخبول رسمي بقول لك، يعني انا مش مستعد. البنت قلت لها بص ده راجل مخبول مش عايز، قالت له هو مسافر اليوم ده مش هيجي. وانا مش مسافر ولا حاجه يوم الحد اللي دعا فيه الاجتماع ده. لا وللاسف انا بقول لك انا سمعته اللي تلاحقه منذ كنا في النقابه ان هو مرتشي. منذ كنا في النقابه، يعني انت عارفه في النقابه دي كان عندنا كل معلومات المهندسين والمكاتب والحاجات تصب عندنا. كل زمايله قال مرتشي، ولحد ما اقول لك حسام قال لي انا معايا واحد صديقي بيعمل مشروع تكييف ما رضيش يستلم منه غير لما راح ركب له 6 تكييفات في مكتبه قالوا في بيته رشوه عشان يستلم منه مشروع التكييف. انت عارف الاستشاري ده هو اللي يصرف فلوس. الاستشاري في المشروعات الهندسيه هو اللي يستلم المقاول، لما يمضي تروح تاخد الفلوس من صاحب من المالك. المالك ده شخص شركه حكومه، الاستشاري مهمته كده. فلما يجي يخلص تركيبات التكييف كلها ما رضيش يستلم منه عشان يصرف مستحقاته غير لما راح ركب له 5 6 تكييفات في البيت او في الشقه مش فاكر مكتب ولا البيت. رشوه. فاستلم منه كده مطابق المواصفات وخلاص وراح صرف فلوس. دي تجربه شخصيه من راجل زميل حسام خلف. انا بقول لك واحنا في البتاع قالوا ياما كان بيدي رشاوى عشان ترسى عليه العطاءات واللي هي الاستشارات وكده. ماشي يا فندم. يا اتمنى لك نوم هادئ وربنا يوفقك بكره وبقى طمني عليك. ها ماشي يا جميل. ماشي.